ليش أنت تاخذ هذا؟ أول سبب لأن إحنا يعني بعضنا يستخدم السيارة أو المركبة إنه يروح فيها برا، هذا رقم واحد. رقم اثنين، ممكن أسباب شوارع أو شيء شي بالكويت، بس بالآونة الأخيرة الحين قامت تتعدل الشوارع وكل شيء راح يصير أوكي إن شاء الله قريب. الجيب أقوى بجميع الأحوال، الارتفاع هذا يبعد أي صدمة تحوش السيارة من الأرض للبادي للشخص أو قائد المركبة. انزين، هل هو أأمن من السبورت أو أأمن من الصالون؟ نهائياً لا، إجابة قطعية، انتهى النقاش. الجيب أخطر من الصالون، أخطر من السبورت. مستوى الثبات فيه أقل، وقت الحوادث لا سمح الله سريع الانقلاب، فأقل أمان. بس كقوة، كيعمر معك، كاستخدام يومي، كتقدر تشيل فيه أشياء، كما تخاف عليه، ما عندك مشاكل بالرنقات، ما عندك مشاكل بالسسبنشن اللي هو المعونات أو نظام التعليق مال السيارة، لأن كل شيء مثل ما قلت لكم الضربة لما تحوش تحت تاخذ لها مسافة لين توصل لفوق. السبورت دايركت يضرب بالبادي والشاصي مال السيارة، الصالون نفس الطريقة بس على أقل، يعني سبورت، صالون، جيب، مدرعة تحت بعض الشغل.